كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشورا. يا رب تكونوا عملتوها ووزعتوها على حبايبكم. بستنى أي مناسبة أجري على مطبخي وأطلع حللي ومواعيني وأقول يلا يا سارة أبدعي. بسم الله. فرحانة ليه كده؟ إيه؟ فرحانة ليه كده؟ بحب أي مناسبة أفرح حبايبي وصحابي بيها. بحس إن أنا مبسوطة، يبقى عندي كده طاقة إيجابية، ببقى بضحك طول اليوم لما بعمل حاجة بحبها لحبايبي. دي عاشورة؟ اه، كل سنة وانت طيب. انت طيب. طب انت مركز بقى معايا ليه؟ انا استغربت وعمال اقول جبت الكنافة دي منين؟ الكنافة دي انا بشيل حاجتي في الفريزر. ما شاء الله. امم ما شاء الله. مراتك شاطرة تنكر؟ لا لا. ده انا يكفي ان انا جيراني هنا بيضحكوا بعملي معايا. انا عشرية جدا، عشرية جدا. انت وولادك يعني. انا وعيالي منتشرين كده عشريين. اللهم لك الحمد. اول حاجه هتجيبي القمح بليله وتنقعيه كده قيمه ساعه. انا نقعته هصفيه من الميه دي وغسلته كويس جدا طبعا قبل النقع، وبعد ما نقعته صفيته حطيت كيلو قمح بليله في الحله زي ما انتم شايفين. كيلو القمح بليله بتحط عليهم 2 لتر من الميه. انا بسويها 3 ارباع سوا، بسيب الربع الاخير اسويها في اللبن عشان ما بحطش عليها نشا خالص، عشان تبقى جوسي ولوسي كده في العلبه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله. كيلو القمح شرب 2 لتر من المية. أول حاجة القمح خد غلوة، وبعد كده وطيت النار شربت المية بالشكل ده. بعد كده هنزل عليهم ب2 لتر من الحليب تاني. وهنا أنا ما بحطش نشا خالص عشان تبقى العاشورة جوسي كده وما تبقاش ماسكة زي الطوب. ما بحطش نشا خالص. جربتها دي أول مرة أجربها وعجبتني جدا يا بنات، بجد تركية حلوة قوي. هحط 2 كيلو من الحليب، وبعد كده هخليهم يغلوا في البليلة كويس جدا لحد ما البليلة تشرب الحليب، وهنزل بالسكر بتاعي. لو عايزة تحطي فانيليا حطي فانيليا، انا حطيت رشة فانيليا بسيطة، اوعي تكتري عشان ما تمررش. والسكر طبعا حسب الرغبة والكمية اللي انت عاملاها. زي ما انتم شايفين خليت قمح البليلة واللبن يغلوا كويس جدا بالسكر اهو لحد ما اتشربت الحليب وبقت القوام بتاعها كريمي كده زي المهلبية اهو. هركنها لحد ما تبرد، ولما بتبرد بتتقل اكتر من كده. لما تبرد هتشوفوني وانا بغرفها هتبقى تقيلة. لما نيجي نحطها في العلب ما تبقاش مجبسة كده وتبقى محجرة، لا تبقى جوسي ولينة كده. اللهم بارك. عقبال لما تبرد نعمل التحبيشة القمر بتاعتها. كان عندي كنافة في الفريزر هقطع منها شوية كده عشان نحمرهم مع التحبيشة او المكسرات المتاحة عندك. احنا عندنا في اسماعيلية لازم نحط كده في العاشورة او البليلة شوية كنافة متحمصين، بتدي طعم حلو قوي. هتجيبي طاسة وتحطي فيها معلقة سمنة صغيرة وتحمري لي الكنافة بالشكل ده، وهنزل عليها كمان بشوية جوز الهند خشنة. لو انت عندك الناعمة حطي، مش هتخسر معاكي. انا كان عندي الخشنة بس انا بحب الخشنة جدا، وهحمرها كده في الكنافة. وكان عندي شوية مكسرات متحمصين كنت شايلاهم في التلاجة، هقوم حطاهم بالشكل ده. حطي المكسرات المتاحة عندك، ما عندكيش مكسرات حطي جوز الهند وزبيب وشوية كنافة. حطي نص التحبيشة كده على العاشورة. بصوا تقلت ازاي. حطيت نص التحبيشة على العاشورة وقلبتها. شايفين القوام؟ ما حطيتش اي نشا، النشا اللي موجودة بتاعة القمح عشان تبقى خفيفة وتبقى جوسي ولوسي كده في اللي هياكلها في الطبق. وبعد كده بعد ما قلبت التحبيشة غرفت علب العاشورة، وبعد كده بقيت ارش حبة تحبيشة من فوق الوش بالشكل ده. وجوزي حبيبي ربنا يبارك له بقى يقفل معايا وبقى يساعدني. ووزعي بقى على جيرانك، على حبايبك، لو اهلك واخواتك جنبك وزعي عليهم. المناسبات دي فرحتها بتبقى حلوة. وعايزة اقول لكم احنا كستات بننبسط بعد ما بنعمل حاجة حلوة وكل حبايبنا يفرحوا بيها.